انت لازم تقابل بابا. اديني سبب واحد مقنع. ايه اللي مقنع؟ بقولك هتيجي معايا عند بابا. ابوك عامل كحك العيد في البيت وعايز يجربه فيا. تحكي ايه؟ طب ما فكرتش مثلا انك تقابله عشان اللي عايزه مني؟ ايوه، انا بقى عايز اعرف ايه اللي بينا. انت حطيتي ايدك على الجرح. جرح ايه يا ابني؟ انا جيت جنبك. لا وعد الله ما انا سايبك تهربي مني المره دي. مش هلاقي فرصه اكتر من كده افهم ايه اللي بيحصل ما بيننا. ما تصلي على النبي، هو في ايه؟ انت واحده عايزاني ومش عايزاني، وبتدور عليا ومتجاهلاني، وبتحبيني وكرفاني، وبتغير عليا ومش معبراني، ونفسك تعيشي معايا وقرفانه مني. انت جبتي لي تروما. يا كابتن، كل الحكايه اني نسيت فلوسي في البيت، وبابا مستنيني قدام البيت عشان يحاسبك على التوصيله. هو ده مش اوبر ولا انا ركبت مع واحد غلط ولا ايه؟ اوبر. Daura. La 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 la. Tan tan tan. الرفض من الستات عامة بيوجع بالنسبة للراجل لمدة زمنية محددة، عكس الست اللي ممكن تعيش مشاعر مع حد تاني وهي جواها مشاعر الأولاني. عاملة زي النكتة القديمة بتاعت الصعيدي راح للبقال وقال له عندك جبنة؟ رد عليه قال له لا، وهو عنده جوه. يعني بعد إحصائيات شات جي بي تي وكمية الخوازيق اللي بياخدها الشباب من بعد سن 20 أو من مواليد الألفينات، ملهاش سبب رئيسي لغاية دلوقتي. محدش عارف يفهم ايه هي المعضله الاساسيه في البعد، او ايه هو السبب الرئيسي في الخزوقه. لكن التصنيف الاكثر عقلانيه بيقول ان السبب الرئيسي في تدمير العلاقات هي حياه البلوجرز اللي بتنتشر يوم ورا يوم ورا يوم على السوشيال ميديا، واللي بدورها بتلعب في دماغ البنات بصفه خاصه انها نفسها تعيش نفس الحياه اللي البلوجرز عايشينها. طب هيعيشوها ازاي وهم اصلا جايبين موبايل ايفون بالقسط؟ Tan tan tan. Tan. موضوع الارتباط دلوقتي بقى ليه معايير لازم تتحط اكتر من معايير ايران وامريكا عشان العلاقه تتظبط. زمان كان الشباب من دول يقول انا عايز واحده محترمه وخلاص. دلوقتي معاييره اتغيرت ونظرته لرفيقه حياته اتغيرت، حصل فيها ابديت. انا عايزه جميله، عايزه كرفي، عايزه دمها خفيف، مثقفه شبه الممثلات، محجبه، هبله، عايز يعمل منها فخفخينه. كل واحد بيدور على حد كامل، واحنا اصلا مهنجين من 2019. Tan tan tan. Tan. اللي محدش بيقولهولك بقى ان الرفض ملهوش علاقه بيك اصلا. ممكن تبقى دخلت نفسك في دايره ملهاش قفله، زي انك جيت في توقيت غلط، او في نسخه تانية من البنت اللي معاك مش عايزه حد يشوفها، او ببساطه انت مش شبه الحكايه اللي في دماغها. يعني باختصار، مش كل اللي مش عايزك شايفك قليل، بس هو مش شايفك ليه. يا حبيبي انت مش مطلوب اصلا منك تبقى مناسب للكل. باختصار بسيط، انت مطلوب منك تبقى مناسب لنفسك الاول. لان اصعب حاجه في الرفض مش اقتناعك انك مش مقبول، لكن الاصعب انك تفكر نفسك مش كفايه. مع ان الحقيقه واضحه اكتر من تمثيل مي عمر، انك انت كفايه بس في مكان غلط. فقبل ما تدور على ليه انت اترفضت، شوف انت قابل نفسك ولا عامل لها بلوك. هيفرق معاك كتير. Daura.